شاومي من الشركات المميزة بأن موبايلاتها بيكون فيها قيمة عالية جدا مقابل السعر، ومع الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي بيمر بيها العالم بقاله شوية، فشركات كتير لجأت إن هي تشيل الشواحن من العلبة، تقلل الأكسسوارز. لكن شركات زي شاومي وأوبو وريلمي اختاروا ان هم يقللوا من مواصفات كتير جوه الموبايل معظم المستخدمين مش بياخدوا بالهم منها قوي، في مقابل ان هم يحافظوا على اسعارهم القليله ويحافظوا على وجود الشاحن جوه العلبه. وده هو الحال بالظبط للموبايل اللي معانا النهارده، وهو شاومي ريدمي 10 سي. ورغم المواصفات الكتير اللي فعلا شالوها شاومي من الموبايل ده، لكن بيظل برضه هو من افضل الموبايلات في الفئه السعريه دي من الموبايلات الحديثه. فمن غير ما اطول عليكم، تعالوا النهارده نعرف اكتر عن ريدمي 10 سي، ايه هي مميزاته وعيوبه، وايه المواصفات اللي قلت فيه عن الاجيال اللي فاتت، وايه برضه المزايا اللي بتخليه من احسن الموبايلات الحديثه لغايه دلوقتي في الفئه السعريه بتاعته. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سيلوبيديا، معاكم اسلام ويلا بينا نبدا. ريدمي 10 سي هو واحد من أرخص موبايلات شاومي اللي تم إصدارها في 2022. سعره حاليا في مصر من 4000 ل 5000 جنيه تقريبا، وفي السعودية والإمارات سعره ما بين 500 و 600 درهم تقريبا. الموبايل بيجي بالتغليف المعتاد بتاع شاومي، تغليف شيك ومعقول جدا. تحت الموبايل في علبة فيها الكتالوجات والإبرة بتاعة السيم تراي، وتحت العلبة دي هنلاقي الشاحن وكيبل اليو اس بي. ورغم ان الموبايل بيدعم الشحن السريع لغاية 18 واط، لكن الشاحن هنا بيجي بقدرة 10 واط فقط، ودي حاجة مش معتادة من شاومي ان هما يحطوا شاحن بقدرة اقل من اقصى قدرة يقدر يشحن بيها الموبايل، لكن زي ما قلنا ظروف اقتصادية. وناخد بالنا ان كيبل يو اس بي من تايب A لتايب C، لونه ابيض تماما مفيش عليه اي براندنج، وهو كيبل عادي تماما ومش بيدعم السرعات العالية من الشحن. هناخد بالنا كمان ان العلبة فيها اماكن للاكسسوارز زيادة لكن كلها فاضية، ومش هنلاقي حتى الكفر الشفاف اللي كانت بتحطه شاومي مع موبايلاتها، فيعني واضح ان كل حاجة على القد تماما. وهو ده الموبايل نفسه. وهناخد بالنا برضو ان مفيش سكرين بروتكتور على الموبايل، يعني فعلا شاومي بيوفروا في كل حاجة. الشاشة من قدام فيها بيزلز متماثلة من كل الجهات، لكن من تحت أكبر شوية، وفيها الووتر دروب نوتش اللي فيها الكاميرا السيلفي، وفوقيها على طول سماعة مكالمات عريضة شوية، وفي الطرف هنا فيها بروكسيميتي سنسور فعلي. ولو تعرفوا قد ايه السنسور ده بقى عملة نادرة فعلا، وبيفرق كتير في الاستخدام عن الفيرتشوال بروكسيميتي سنسور اللي ممكن يخلي الموبايل ينور وهو على ودنك او يضلم وهو في ايدك. ظهر الموبايل بيجي من البلاستيك بديزاين مقلم كده، شكله لطيف جدا، مطفي مش بيلمع لكن نسبيا بتبان عليه البصمات. وهنلاقي مربع موجود فوق من البلاستيك والازاز فيه الكاميرات وفيه سنسور البصمة، وعليه براندنج ريدمي بفونت كبير شوية. ورغم ان فيه 4 دواير موجودين في مربع الكاميرات، لكن هما في الحقيقة كاميرتين بس، منهم دايرة مكتوب عليها AI فقط، مفيش اي حاجة تاني، وتحتيه الفلاش ليد، وعلى الجنب هنا الكاميرتين فوق بعض. مكان البصمة يعتبر في الحقيقة سخيف نسبيا، لو كانت البصمة في زرار الباور كانت هتبقى عملية أكتر بكتير. في الجنب ده في زرار الباور وزراير الفوليوم، والناحية التانية في السيم تراي. ومن فوق هنلاقي مدخل 3.5 ملي اللي قرب ينقرض تقريبا، لازال موجود في الموبايل ده. ومن تحت هنلاقي مدخل تايب سي والميكروفون والسماعة. الموبايل كمان وزنه معقول جدا، مش خفيف ومش تقيل، وتصميمه بشكل عام يعتبر كويس جدا. الشاشة هنا هي شاشة IPS فلات تماما بريزوليوشن HD بلس، يعني 720p فقط، وعليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس، يعني دي أبسط درجة حماية ممكنة. إضاءة الشاشة تعتبر معقولة جدا، ورغم إن مش مكتوب أي تفاصيل عن شدة إضاءتها، أنا حسيت إن هي أقل شوية من موبايلات كتير تانية جربتها بشاشات IPS، لكن لازالت في الشمس تعتبر معقولة جدا وواضحة. بس يعني مش هو ده ابدا المستوى اللي كنا متعودين عليه من شاومي حتى في اقل فئات موبايلاتها كانت في العادي بتنزل شاشات باضاءة اعلى من كده، ريزوليوشن فول اتش دي بلس مش اتش دي، وكانوا بينزلوا كورنينج جوريلا جلاس 5 حتى على الموبايلات اللي كانت ب 2000 جنيه. لكن لو مش هقارن بحاجة تانية، فالشاشة لازالت معقولة جدا وتفي بالغرض، ما اقدرش اقول انها ممكن تضايقني. وفي نفس الوقت معظم الموبايلات الحديثة في نفس الفئة السعرية
بتيجي بشاشات مشابهة جدا للشاشة دي. سنسور البصمة هنا في الموبايل يعتمد عليه جدا وسريع، وفي الموبايل كمان فيس انلوك وبرضه بيفتح بسرعة ويعتمد عليه جدا. بالنسبة للصوت فالسبيكر مش بيطلع غير من سماعة واحدة بس اللي هي السماعة اللي تحت، فهي سماعة مونو، ورغم ان فتحة سماعة المكالمات عريضة جدا لكن للأسف مش مصممة ان هي تشتغل معاها عشان تدينا صوت ستيريو، فلو بتتفرج على حاجة او بتسمع حاجة الصوت بيكون طالع من تحت بس. هتقلله ايه بس تاني يا شاومي؟ لكن رغم ان هي سماعة مونو صوتها في الحقيقة واضح وعالي. بالنسبة للمواصفات الداخلية فريدمي 10 سي بيجي ب 4 جيجا بايت رام، وبيجي بإصدارين 64 أو 128 جيجا بايت، والإصدار اللي معايا النهاردة هو ال 128. والمعالج هنا هو معالج محترم جدا سناب دراجون 680 تقنية 6 نانومتر. استهلاكه للبطارية يعتبر قليل جدا، وفي نفس الوقت بيديني أداء محترم للموبايل سواء في الحركة والتنقل بين الابليكيشنز أو حتى مع الجيمز، يعتبر أداؤه كويس جدا جدا. رغم ان المعالج ده موجود في اكتر من موبايل في الفئة السعرية دي، لكن في معظم الموبايلات التانية هنلاقي تضحيات اكبر بكتير في المواصفات في مقابل ان هما يحطوا معالج محترم زي ده، او بيرجعوا تاني المواصفات اللي شالوها ويحطوا معالج اقل. الموبايل بيجي باندرويد 12 واحدث نسخة من واجهة شاومي MIUI 13، واللي تعتبر في رأيي واجهة تقيلة شوية، لكن اداء الموبايل معاها يعتبر معقول جدا. الشبكة كويسة جدا في المكالمات وفي الانترنت 3G و 4G. الشبكة كده كده هي واحدة من الحاجات اللي بتميز شاومي من زمان جدا. الموبايل بيجي ببطارية 5000 ملي امبير، وزي ما قلنا بيدعم الشحن السريع لغاية 18 واط، لكن الشحن اللي جاي معاه 10 واط فقط. واداء البطارية يعتبر بصراحة ممتاز جدا جدا. الموبايل في الاستهلاك العادي بيقعد معايا اكتر من يوم، وفي الاستهلاك الكثيف جدا بيقعد معايا مرتاح جدا لغاية اخر اليوم، واعتقد ان ده بسبب ريزوليوشن الشاشة القليل والمعالج اللي فعلا استهلاكه يعتبر بسيط جدا للبطارية. ويمكن اكتر حاجة تستهلك معايا بطارية فعليا هي الكاميرات. ونيجي بقى للكاميرات. رغم ان الموبايل فيه كاميرتين، لكن نقدر نقول ان هما في الحقيقة كاميرا واحدة بس، وهي الكاميرا الاساسية اللي ب50 ميجا بكسل لكن بحجم سنسور صغير نسبيا، بينما الكاميرا التانية هي في الحقيقة سنسور لقياس العمق او الدبث 2 ميجا بكسل. كل فايدتها هو قياس العمق عشان تحسن من عزل الصور في البورتري مود، ففعليا مفيش حاجة جوه الموبايل تخليني استخدم الكاميرا دي لوحدها في اي حاجة، هي بتستخدم بس في البورتري مود مع الكاميرا الاساسية. أداء الكاميرا في الشمس يعتبر معقول جدا، ال HDR كويس والتفاصيل باينة بوضوح في الظل وفي الشمس. الألوان كويسة، ورغم إن مفيش زرار للزوم لكن ممكن تعمل زوم لغاية 10x. لكن في الإضاءة المنخفضة هنلاحظ إن أداء الكاميرا بيقل جدا جدا بشكل واضح، مفيش تفاصيل واضحة والنويز بيكون عالي جدا جدا رغم إن هي كاميرا 50 ميجا بكسل. ويمكن التصوير بالنايت مود بيقلل شوية من النويز، لكن بتظل التفاصيل مش واضحة كفاية، ودي حاجة عادية ومتوقعة جدا من كاميرا في الفئة السعرية دي. وبسبب كاميرا العمق فالبورتري مود بيطلع منه نتائج عزل دقيقة وكويسة جدا، نقدر نقول ان نسبة الأخطاء في العزل هنا محدودة جدا جدا. بالنسبة لتصوير الفيديو فالكاميرا بتقدر تصور فول اتش دي بسرعة 30 فريم في الثانية، لكن طبعا مفيش تثبيت بصري ومفيش تثبيت الكتروني، الاوتوفوكس يعتبر ضعيف نسبيا. ده كده تصوير فول اتش دي 1080. اما بالنسبة لتصوير الفيديو في الاضاءة الليلية فيعتبر ضعيف جدا، مفيش اي تفاصيل واضحة ونويز عالي جدا، فيعني ما يعتمدش عليه. في كمان تصوير سلو موشن اعتقد ان هو 720 بي، لكن اداؤه يعني زي ما انتم شايفين هو مش سلو موشن حقيقي، ما نقدرش نقول ان الموبايل ده اصلا بيصور سلو موشن. اما بالنسبه للكاميرا السيلفي فهي كاميرا 5 ميجا بكسل، ادائها ضعيف نسبيا، ممكن تدينا صور معقوله في الشمس رغم ان تفاصيلها بسيطه جدا، والتكستشرز معظمها ممسوح وسايح. ال HDR معقول، احيانا بيدينا نتائج كويسه واحيانا تانية بيدينا نتائج صعبه جدا، لكن ادائها في الاضاءه الضعيفه هو اللي في الحقيقه ما ينفعش خالص. الوان كتير جدا بتختفي، مفيش اي تفاصيل تقريبا، ونسبه النويز عاليه. وكمان لاحظت ان الموبايل مفيش فيه نايت مود في تصوير السيلفي، ودي كانت حاجة ممكن تفرق جدا. واقدر كمان اصور بيها فيديو فول اتش دي 30 فريم في الثانية، لكن مفيش اي نوع من انواع التثبيت، مفيش اوتو فوكس، مفيش ستابلايزيشن، فيعني معقول. تفاصيل بسيطة جدا، وطبعا بقى كمان يعني اداء في الاضاءة الضعيفة يعتبر ضعيف جدا يعني. بشكل عام أداء الكاميرا هنا متوقع في موبايل من الفئة السعرية دي، ولا زالت تعتبر معقولة جدا مقارنة بموبايلات تانية كتير من نفس الفئة.
زي ما شفنا في تفاصيل كتير قلت فعلا في الموبايل ده، ممكن تكون موجودة في موبايلات تانية قديمة بنفس السعر. نقدر نلخص عيوبه أو النواقص اللي فيه في الشاشة اللي يعتبر الريزوليوشن بتاعها قليل شوية، درجة الحماية عليها برضو قليلة شوية، السماعات المونو مش ستيريو، الكاميرات اللي تعتبر قليلة نسبيا كعدد وأداء وكل حاجة بصراحة، وطبعا مش هنتكلم تاني على سرعة الشحن والإكسسوارات، دي كلها تفاصيل صغيرة. أما الميزة الأساسية اللي بتخليه واحد من أحسن الموبايلات الحديثة في الفئة السعرية بتاعته هي البروسيسور هنا هو فعلا بروسيسور محترم، أداؤه ممتاز جدا، ومعظم الموبايلات من نفس الفئة السعرية بتيجي بمعالجات أقل منه. ومن التفاصيل الكويسة وجود البروكسيميتي سنسور اللي مش موجود في موبايلات تانية كتير جدا، وجود درجة حماية على الشاشة وإن كانت أضعف درجة، لكن في شاشات كتير جدا بتيجي بدون أي نوع من أنواع درجات الحماية. وعشان بس اطمنكم ان مش كل حاجة قوي شالوها من الموبايل، فموبايل فيه جي بي اس وراديو بلوتوث 5 واليو اس بي تايب سي هو يو اس بي 2، وفيه يو اس بي اون ذا جو. الميموري الداخلية سريعة، معظم السنسورز موجودة، فكتوليفة مواصفات كده على بعضها الموبايل ده يعتبر موبايل كويس جدا، من احسن الموبايلات فعلا في الفئة السعرية من الموديلات الحديثة. وخصوصا لو تهمك سرعة الموبايل وان اصدار الاندرويد يكون حديث، فالموبايل ده هيكون موبايل مناسب جدا جدا. لكن لو تهمك حاجة زي كواليتي الشاشة او درجة الحماية، لو يهمك الصوت الستيريو، لو يهمك الكاميرات، فانصحك تبص على حاجة من الموديلات الاقدم من شاومي، بوكو اكس 3 ان اف سي، بوكو اكس 3 برو، نوت 10 او نوت 11. كلها موبايلات بقالها سنتين او 3 في السوق، فمش سهل قوي انك تلاقيها، لكن ممكن جدا في الكاميرات وفي الشاشة يدولك اداء احسن بكتير من ريدمي 10 سي. ده كان رأيي بكل وضوح. لو عندكم اي اسئلة بخصوص الموبايل ده اسألوني في الكومنتس وهجاوب عليكم بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة فما تنسوش لايك والشير وسبسكرايب في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.